السلام عليكم، كيفكم متابعيني؟ طيبين. اليوم بسوي معاكم كبسة إلهام. طبعا حطيت الزيت في القدر، ودحين أضيف عليه البصل وأترك البصل لين يصير لونه بني قريب من البصل حق اللي هو الرز الصيادية. بدأ يشقر البصل وضفت عليه ثوم. أنا قاعد أقلب المكونات مع بعض علين يصير البصل لونه بني. بعدين أضيف عليه معجون الطماطم. طبعا هذه كبسة إلهام الشهيرة اللي وصلت ترند. شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله. الحين أتركه كمان يصير لونه بني. شوفوا يا حبايبي، هذا اللون البصل يصير زي كده لونه. الحين ضفت عليه معجون طماطم. الحين أقعد أقلب المكونات مع بعض. أتكشن البصل مع معجون الطماطم مظبوط. الحين ضفت عليه الدجاج، أقلب الدجاج وارجع لكم. شوفوا يا متابعين، ضفت عليه حبة ليمونة مجفف اللي هو الأسود، وتقريبا حبة طماطم مقطع، وضفت عليه فلفل أسود وبهار مشكل وملح ومرقة ماجي. هذه هي المكونات. الحين أقلب المكونات مع بعض وأتركه يتسبك. شوفوا ما شاء الله تبارك الله كيف صار. الحين أضيف عليه موية مغلية. ضفت عليه موية مغلية. أهم حاجة في كبسة إلهام الكشنة تكشنه مظبوط. شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله. دحين أترك الدجاج يستوي. شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله قاعد يغلي. دحين أضيف عليه الرز طبعا أبو بنت يكون أطعم يعني. شوفوا يا متابعين، ضفت عليه الرز. الحين أقلب المكونات مع بعض، بعدين أغطي عليه وأترك الرز يتشرب. شوفوا يا متابعين، خلاص استوى. دحين أطفي عليه النار. طبعا لازم يكون في صوص زي كده يعني، ما يكون ناشف. هذه هي كبسة إلهام بطريقة سهلة ولذيذة. لو تشم الريحة تجنن والطعم خيال. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوني من الدعم واللايك، وبالعافية علينا. شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله. الحين أسكر عليه. خلاص سكرت عليه. شوفوا كيف الصوص. شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله. لازم يكون في صوص يعني، ما يكون ناشف الرز. شوفوا كيف. بالعافية علينا.